مازال ما هو آتين بلاتي. راه نوريك هي دينيتها انت، هذه صورتها ديال اليوم. شوف اليوم اش دايرين. هذه هما الشروق. هذا اليوم ها هي اليوم، ها هي 28 ها هو سبتمبر 2024. شوف اش دايرين، قطعوا طريق الشر. هذا اللي قال كيقول لك خاوتنا. هانت شوف نفس الكلام. الجزائر تفرض فوريا التأشيرة على كل حامل جواز سفر المغربي. النظام المغربي انخرط في أفعال تمس باستقرار الجزائر وأمنها الوطني، شبكات للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات فوق راس سيدنا الله يحفظه، والبشر وأعمال التجسس والحرقة قال لك. شوف هنايا حاطين فوق الصورة ديال نتنياهو نشر عناصر استخباراتية صهيونية في خدمة الجوازات المغربية. هذه الشروق، هادو من الناس اللي كيطلعوا يتناقشوا يمرضونا لنا هاد الذباب الالكتروني. سمع اختي مريم، سمعي. هاد الشعب هذا اللي كيمرروا ليه بحال هاد الكلمات وكيقول لك بان النظام الجزائري كيخوف الشعب بان راه المغرب والامارات تتجسس، بانها لما كتجسس لاسرائيل. واش اسرائيل عباد الله ضربت حزب الله فما كاملاش حتى دقيقه، قتلت القياد من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه في دقيقه في البيجر. واش هذه اسرائيل اللي ضربت نصر الله تحت الارض، قال لك في مكان امن ضربته تحت الارض، زعزعت لبنان ما كاملاش حتى 4 ايام، وكتسنى المغرب والامارات يجيو يتجسسوا لها باش يجيبوا لها ما يقع في الجزائر. ومن هي الجزائر؟ من هي الجزائر؟ راه هادو الناس خصهم يكونوا شويه واعيين ويكونوا كيفهموا. هاد الشروق وهاد النهار هادو كيخدموا باش انهم دائما يخليو شعبهم مبردع، شعبهم مكلخ، شعبهم ما باغيش يوعى، وهكا غادي يعيشوا دائما عبر قرون وما كيعيشوا بحال هكا. واحد الشعب اللي ما باغيش يفيق وما باغيش يعيق، والشعب عنده واحد الطريقه ان خصو كيبان له المغربي هو العدو اللدود، بينما النظام ديالو هو العدو اللدود ديالو. هذاك الجزائري اللي ما عنده لا كرامه العيش ولا عنده حياه كيف كيعيشوا الدول الاخرى، دوله الغاز والبترول كيعيشوا في الفقر، بان الاوبئه كتضرب اليوم الاوبئه اليوم كتضرب في الجزائر. كاينين امراض، كاين سميتو كيقول لك اكبر مساحه 2 المليون كلها صحاري وافاعي، ما عندكم حتى شي حاجه، لا تنميه ولا اي شيء، وكيخدروكم باش بالمروك، كيخدروكم كيعطوكم الجرعه ديالكم هو المغرب. هاد الشروق وما تنشروش الملاريا تكتسح الملاريا يا خوتي، مرض السيده، الملاريا، كل هاد المشاكل. هذا الفاروق. المهم الاخوان انا غادي نسكت. عين الله يخليكم، راه هاد الناس راه هادو اللي كيطلعوا هذه الافكار ديالهم راه كنضيعوا الوقت. هادو راه ما يليق لهم عيد تمرديس وتهبطهم كيدير لهم كمال، لا حجه لا دليل. غتخسر معاهم. خلصتوا ساليتو خوتنا كنناقشهم. تفضل ساليتوك صح كمال. انا ما على باليش انت يا الجور اللي تبغي الحريم هنايا بزاف ويتمداو في الكلام. ما عرفك رجل زعما جمع راسك سيهم ما تهضريش معاه غير بالله سيهم. شوف صح. هادو خوتي خياتك علاش خوتك رجال وانت لا خوتي بنات. خياتك طالع هنا ضيف. انت طالع هنا ضيف. اوكي غتقول الكلمه ديالك وغنسمعوا لك. مليح كمالا. والله جاب لي ربي انت انسان عاقل، نعرف فيك شويه الرجوله. الله فوتك هذه ما التكبيس والبرطاج نعاونوك، والله غير نعاونوك. انا عارفينك ظروفك تعبانه شويه، نعاونوك. كنا نهضر مع ولاد بلادي يبعثوا لك اسد والله لفعه والله كشحيه. لا كمال ماشي هكذا. كنا يوم الجزائر الله يلا فوق. الراجل هو كلمته. لا الراجل اوكي يا خوتي شوفوا كبسوا كمال وبارطاجي ولا مسكين. لا قول لهم يبعثوا الاسد، ما عندي ما ندير بالتكبيس باش يشوفوا. انا قلت لك هذيك الخطره تاع ساعه كمال تاع تيك توك، شفت كيفاه. قول لهم الاسد باش يشوفوا الرجله ديالك. لا حبيبي راني عارفك ساعه بعث لك واحد الكران. هذاك مغربي يا راس الضروبه، هذاك لا الجزائري وليد بلادي هذا الكرام بزاف عليك. قول الجزائري. فاروق اسمع اقسم بالله العظيم. اسمع تعرف يخرج عند يسبوني يقول لهم راه الاقتصاد الجزائري طاح. اتحدى 45 مليون جزائري قدام 1300 واحد. لو فيكم رجل واحد من ال 45 يبعث لكمال اسد ببعث 10 بالوقت الحالي. شكرا اخي حامد. اتحدى 45 مليون. انا ما عرفتكش فارس تخدم السراج، والله ما عرفتك خويا العزيز، سامحني. شكون فارس هذا يدير السراج؟ هذا
فاروق اسمع انا معاك يا كمال. خليك ضمن الحوار بس. فاروق غتحترم راسك ولا لا، خليك غنعلمك أنت علاش؟ الاحترام؟ لا راني واش محترم يا غتحترم راسك كمال. ولا غنخليكم؟ انا والله غير طلعت لك في وجه خياتك كانوا يهضروا عجبوني كلامهم. ولكني هما دابا انا هضر معي انا عندك شي حاجه تقولها؟ راه الناس هنا 13% كتسمع، نشوفوا العقليه الجزائريه والثقافه ديال الجزائر. انا والله غير شي حاجه نستافدوا من اوكي. انا والله غير نقول ربي يرزق الشفاء لخوتنا المغاربه اصابتهم ما يسمى فوبيا الجزائر، عاد ينوضوا بها يرقدوا بها مساكن، الله يشافيهم ويجبر حنا اللي خاطرهم. صايبانا فوبيا الجزائر، حنا اللي والله صايبانا هاك انت راك تدير في السعايه باسم الجزائر. ها قول شويه على الحموشي، يتكلم شويه على الداخلي. اسمعني نقول لك واحد القضيه باش تعرفها. حتى مساله السعي كيقول لك اللي يقصد الديور الكبار. انت كتقول حنا عندنا فوبيا من الجزائر. حنا راه ما بقيناش ما كنهضر، ما كناش كنعرفوكم كاع. انا راه والله ما كنت نعرف شي جزائر حتى سنه 2000 حتى 2017. سمعت داك الروينه وقالوا لكم راه حقا راه كاين شي حراك. دخلت كنقلب على حراك من برد عينكم، شنقريحه خد قاتل تما كاين عبد العزيز بوتفليقه وانتم خارجين يا بو صباع زرق دايرين حراك. سيد مات وداه الله لعنده وهما خارجين كيديروا مظاهره وحراك على سيد ميت. وكاع الرؤساء اللي كيديروا عليهم الحراك كيخاطبوا الشعوب ديالهم. القذافي منين داروا الحراك خرج كيخاطب الشعب. الا الجزائر مالك؟ قال لك حقا راه مريض. نهار جاو حيدوا اللي بغاو وداروا اللي بغاو، طلعوا عمي سبون قالوا لهم مات. ما شافوهش كاع بتاتا. انت شكون اللي غيهضر عليك؟ انت راه يحصل لك شرف ان المغاربه يهضروا عليك. وزيدك حاجه اخرى، انتم ما قدرتوش تمثلوا بناتكم وما قدرتوش انكم توصلوا بلادكم. لذلك النهار اللي تاهلنا للمونديال هزيتوا راسكم ومشيتوا لقطر باش ديروا الشغب وتستفزوا المغاربه تما. انت علاش غادي بعد لقطر؟ قول لي علاش غادي انت لقطر تاهل شي منتخب ديالك؟ علاش دخل حتى الاسبوع الفرس؟ يلا قول لي علاش مشيتي لهاد قطر؟ نتوما غادي ديروا نتوما. حنا لما كناش ما غيعرفوك حتى واحد. حتى جزائري في اوروبا كيقول له فين ساكن كيقول له الجزائر ما كيعرفوهاش، كيقول له حدا المغرب عاد باش يعرفك. اوكي انا والله غنعرف بلي المغاربه مساكن خوتنا اللي تلاقيتهم في اوروبا الجوع ولا الرجوع الشعار الوحيد يقول له انا جزائري. والله العظيم كامل، والله العظيم والله. وداك الجوع اللي عندك في الجزائر، داك الجوع اللي عندك في الجزائر وداك انا شبعان عليك كامل والله. جالس نروح نشري بالله. وداك الجزائر اللي داك الطوابير وداك العدس اللي تبون. رئيس دوله كيهضر على العدس ويقول لهم صافي البترول ويهضر على العدس. حليب غبره ما قول لي داك الماء وداك الزغاريت اللي كتشربوه بداك الحليب كيفاش؟ وثاني حاجه كيفاش دابا انا فهمني رئيس دابا اش غنتظر من شعب بحالك انت عنده واحد الرئيس يقول لهم الجزائر قوه ضاربه، بالتالي خرج في خطاب غير البارح قال لك ما نخليش جزائري في المؤخره وغنزيدهم كلهم المقدمه. يعني خرجك من بلاصه الاخرى ودارك بلاصه البول. من التغوط ما خرجش. الجزائر قوه ضاربه والله اللي نحكمه ماني طارقه يديروا لي المضاربه في العدس. غنفهم رئيسك ما فهمنا منه والو. نهار طلع رئيس لهاد الجزائر انا نفهم الديبير يقريوق وياكل في النعجه والنعجه ياكل فيها الديب وتتلدد. التراكتور فيه البراكوناج داروا فيه لي فار باش يضوي بالليل وماشي يديروا ليه البراكوناج. مليار و400 مليون متر مكعب. جميع الديمقراطيات تاسست هنا وهي دوله ديكتاتوريه. الديمقراطيه قال لك تاسست هنا ديال اسبانيا. الديمقراطيه بريطانيا تاسست هنا. الديمقراطيه ديال الميريكان تاسست هنا. هو في كان مسكين هو فاش كانوا يبيعوا ويشريوا فيه والديه هو مسكين ما عارفهاش. هذه اش غنستافدوا منكم؟ قول لي اش غنستافدوا؟ اوكي سي كمال انا والله غير راني جايب علي الحال عليكم. نقول لك علاه دوك زدنا درنا الفيزا ودي راه حنا اللي جاي الحال عليكم لانني كنشوف داك المعاناه اللي كتعيشوها ليلا ونهارا. والله الا تفيقوا على حالكم. واش كتعرف على ان منظمه الاورو متوسطه صاحبي كتقول لك الشعب الجزائري مرتبه 36 عالميا كتعيشوا البؤس صاحبي. انت راكم بلاد البؤساء. راه داك التاشيره الا بغيتي تشوف البؤساء برد على روحك كمان تخلص. دابا مثلا حنا فاش كنبغيو نشوفوا شي بغينا نشوفوا مثلا القرود راه خصك تخلص في الحديقه ديال الحيوان. لذلك راه خصنا نخلصوا لكم بما انه ثبت فعلا الحسن الثاني قال شحال هذه بين القروين والقروان حديقه الحيوان.
وبقينا واخا كتبون ما كانش عارف فعلا حديقه حيوان، ولكن فاش جات قطر وثبتتها فعلا ودارت الزريبه ولا بقار ودارت البيرجي ولا القضيه فيها السرحه والحليب باش يجي المغربي خصو يخلص لهذا الحديقه اللي غيدخل لها. اوكي بالتفارق ستأدب، وعاد ديك الساعه طلع الناس كيهضروا في فمهم وانت كتهضر من قاعك اخاي. ما كيعجبنيش انا الكلام اللي كيخرج من جهه اخرى. عمر صار له المسكين ساعتين بالطابور يا كمال. الاخ هذا دار الخير، هذا دار الخير هو اللي كيبان لي جزائري عنده واحد العقليه سويه ومنطقيه يقدر انه يناقش قسما بالله. اما الجزائريين كلهم ما فهمتش ذاك العقليه ماشي كلهم يا كاين في الصامته، في الصامته ما يطلعوش تيك توك. شوف الاخ الكريم، تيك توك اصلا نبوها السفهاء غالبا، يعني لازم تروح تويتر تلقى مستوى شويه عالي، والاغلبيه اللي يدوروا في تيك توك هذوما كاع نساك الله غالب الشروق ما مجموعه شوشع. طيب دار الخير كيف توصف كمال واحد الصورة كمال كبرني شوي بالله عليك يا شاهين بس ثواني. هو قال كلمة ما حد انتبه عليها. انت كيف توصف اللي بالتيك توك سفهاء وانت جالس في التيك توك؟ يعني انت ما قلت انا يا ليبي. شوف يا ليبي ديجا يا اخ الليبي، شوف اسمح لي هذا السؤال تاعك ينم على شوفوا هذه من فتح اغاني جواد شويه خويا راك مولع على اغاني انت خويا لا راك مشغل اغاني دير ميوت. شوفوا هذه مكتوب اللواء 444 قتال، وبعد رصدوا اعداد كمال لايام وليال عده تمكنت مفرزه من مفارز اللواء 444 قتال من مباغته رؤوس الفساد من المهربين وتجار المخدرات وسط الصحراء الليبيه في الحدود المشتركه مع دوله الجزائر، واحبطت بنجاح بعد اشتباك استمر لساعات طوال عمليه تهريب ضخمه لتضبط كميه هائله تقدر بنحو 5 ملايين حبه مخدره. هذه احنا المعاناه اللي نعاني فيها مع دوله الجزائر، تهرب لنا في المخدرات بكميات كبيره. مصدر وشنو المصدر؟ المصدر هو نفس اللواء. شوف اللواء اللي منزل الخبر، شوف اللواء 444 قتال، إذا بنفس رئيس الأركان عز في هؤلاء المشاهدين. وهذه صفحة رسمية، هذه صفحة رسمية. نعم هذه هي الصفحة الرسمية متاع اللواء بنفسه. نعم. وكاين والاخر كونفيرونس دو بريس، ما كاش الاخر لقاء صحفي ولا؟ علاش يكون لقاء صحفي؟ هم مهربين على الحدود. لا المعلومة هذه هذا شيء موجود في صفحة اللواء نفسها. حتى حاليا صفحة اللواء أصبحت هي كذبة، صح ولا؟ خذي فوتوشوب قرأنا ونشوفوا الصفحة ولا نشوفوا المصدر ولا يا ودي أقرأ اسم الصفحة الفوق. أقرأ اسم الصفحة اللواء 444 قتال. هذه هي الصفحة الرسمية هذيك ربي. يا الأخ أنا نقدر ندير الصفحة ونكتب فيها واش هذه الصفحة الرسمية متاع اللواء نفسها تقول لي واش فيها؟ تقدر دير صفحة ما دير صفحة. دار الخير شوف هو كان جالس أنا أوريك الصورة لحظة. شوف عملها فوتوشوب ورجع طلع. هو عملها فوتوشوب شاهين. كان موجود هؤلاء الجزائريين اللي قبضوا في الحدود الليبية الجزائرية. يا ما قلت فوتوشوب يا فارس، يا ما قلت فوتوشوب، أنا قلت أهل الصفحة الرسمية. وكيف هذه الصفحة الرسمية متاع اللواء يا خويا؟ مثلا على الفيسبوك كان مثلا صفحة خاصة بالدرك الوطني، صح ولا لا؟ وش فيها معلومة؟ يا خويا تنعاود نقرا لك. شوف ركزوا معي يهديكم ربي. كلل الله جهود الجيش الليبي بالنصر، وبعد رصدوا أعداد كمال لأيام وليال عدة تمكنت مفرزة من مفارز اللواء 444 قتال من مباغتة رؤوس الفساد من المهربين وتجار المخدرات وسط الصحراء الليبية في الحدود المشتركة مع دولة الجزائر، وأحبطت بنجاح. كمال راك صغرتني خليني نقرا هذيك ربي. كمال ما عندكش الصوت راك داير ميوت. قلت كي قرا له راه قريناها احنا في النوب الاولى بحيث باش يلقاو الخوت الشاشه كبيره يكبسوا. يعني هذه معاناه مع انتم حاليا درتوا السبله وحجه الجزائريين، قلتوا ان احنا قبضنا على شبكه تجسس فيها 3 جزائريين و3 مغاربه. طيب وال5 مليون حبه مخدر اللي كانت راح تدخل ليبيا من طريق النظام الجزائري اللي كان راح يرسلها لرؤوس المخدرات اللي في ليبيا،
هذه شنو هذه؟ عادي، هذه حلال عليكم وحرام على غيركم ولا شنو؟ أنا أعرفكم دولة الخرية قالها رئيسكم، خلينا ناخذ الجزائري من المؤخرة ونحطه في المقدمة. والله يعني الأخ الكريم اسمح لي، والله يعني الليبيين آخر من يتكلم، ربما المغاربة، لكن الليبيين علاش آخر من نتكلم ونحن أول من استقلينا في المغرب العربي؟ يا الأخ احنا أول من استقلينا في المغرب العربي، خلينا آخر من تتكلم. لما أنا مستقل أنت كنت محتل يا غبي. أنا كنت مستقل أنت كنت محتل. انتم خربتوا بلادكم العشرية السوداء، ما خلتكم ما درتوا في بلادكم. عشرية سوداء، دمرتوا بلادكم، قتلتوا نفسكم. 250,000 ماتوا في العشرية السوداء. قتلتوا بومدين، قتلتوا بوضياف، القائد صالح، خربتوا خالد نزار وناصر الجن، خربتوا بلادكم، قتلتوا بعضكم. شعب انتم مجرم، شعب ملحد، شعب كافر. الاتراك محتلين بلادكم تتكلموا فيها على العدس، تتكلموا فيها على اللوبيا، تتكلموا فيها على الرز، تتكلموا فيها على ابسط حقوق المواطن، حتى الحمار نوقفوا في العدس. احنا صحح اوضاع بلادك، نساءكم كانوا عاريات في الصحراء لما كانوا النساء الليبيات يغطوا نساءكم العاريات. واخا شاهين، والله نساء الجزائر كانوا عاريات عن الحدود الليبيه في الثوره. والله بعيدا والله كانوا عاريات. غنسمعوا واحد الكلمه. دار الخير السلام عليكم. والله نساء الجزائر كانوا عاريات في الثوره، كنا نغطيهم في معركه حسين. نساء الجزائر غطينا شرفكم وعرضكم وتسبوا فينا. تكلموا معليش يا دار الخير، نتكلموا معليش. تفضل راه عندك الريزو ضعيف اصول مغربيه اللي يطلع الريزو ضعيف. ها الاخ هذا اصوله مغربيه. شكون هذا؟ انايا واش كتعرفوا؟ لا كتعرفوا ولا عرفني؟ علاش تزوجت اختك انا ولا شنو؟ نعرفوا الاخ. لا شاهين، تزوجت اختك. راه معنا مريم موسى. لا عادي، الزواج على سنه الله ورسوله كمال. عادي تزوجت اختك انا باش تعرفني. غتولي راه لا سبك اخويا، غنهبطكم بجوج. انا راني عارف العقليه ديال الجزائري، غتقول له اختك غيقول لك طق غنهبطكم بجوج. انا باش نقولها لك لذلك انا ما خصنيش انا السب. انا راه معنا جوج. انا ما درت معاه والو، خاطر لو كان قالها قدامي الصروال حبطوه له. هضرها من الميكرو معليش، وكان هضرها قدامي الصروال يحبط. خليك من ليبيا. كتعرف شاهين انت يا الاخ الجزائري؟ كتعرفوا ولا ما كتعرفوش؟ ها يا اخي نعرفوا هذا دات اصول مغربيه، وهذا عاش شنو سميتو ليبيا. شنو سميتو هبط تاكل تبن هنايا. هبط عندي انا بالك انا راني عينيا عندي الزريبه. اسمعوا هذا الخطاب هذا. ولو نفترض ان كلامه صحيح كمان، يعني واحد اصول مغربيه، واحد من اصول مغربيه يشتغل في وزاره الداخليه. يا لطيف اسمع شاهين، اسمع. خلي من ليبيا. جنوبيه في الجزائر في مالي استخدمها. هذه الكلمه ديال من؟ هذا الممثل ديال مالي في الامم المتحده، ديك عبد الله مالاقيا. هذا هنايا شتي عقلتي ذاك الخطاب الخوت اللي غنخليو الجزائريين هما اللي غادي يحلوا. سمعوا الخطاب ومن بعد غنطلعهم يديروا التحديد. وكاين معنا اسمع. فتحت جبهة جنوبية في الجزائر في مالي استخدمها المستعمر الفرنسي، ونشروا إلى جانب سمعتوا شنو قال؟ المجاهدين. فتحت جبهة في الحدود الليبية المالية الجزائرية صنعها من؟ الاستعمار الفرنسي. ركزوا في الكلام وشوفوا شنو كيقول لكم. اسمع. للدفاع عن الجزائر حتى حصلت على ركزوا في البلاد باش ما تقولوا ليش ما قال شيء هكا. صبر نعاود لكم اسيدي تسجيل المقطع من الاول باش ما تقولوا شيء راني كنتعدى عليكم. هكا فتحت جبهة جنوبية في الجزائر في مالي استخدمها المستعمر الفرنسي، ونشروا إلى جانب المجاهدين للدفاع عن الجزائر حتى حصلت على استقلالها. ولكن من واجبنا أن نلفت انتباهكم إلى ملاحظات 2 من زملائكم
لم تكن موالية للعلاقات الصديقة التي نود أن نسمعها. وزير خارجية الجزائر ذكر أن الأزمة في مالي لا تحتاج لحل عسكري، هذا صراع بين أخوة والحل ينبغي أن يكون سياسيا وفقا لاتفاق الجزائر. ذكر أنه من المفيد لمالي أن تحمي سيادتها وسلامة أراضيها. الخروج عن هذا الاتفاق سيسبب تراجع في المكاسب التي تحققت. وممثلكم الدائم لدى الأمم المتحدة أعلن: علمت صباح اليوم من تقارير إعلامية أن مسيرة نفذت هجوما وضربة في مالي تسببت في مقتل 20. من نفذوا هذه الضربة غير مسائلين أمام أي طرف. إن سمعتم الملاحظة الأولى تفهمون التدخل في مالي. طبيعة الحل التي تستخدمها السلطات المالية تخص الماليين أنفسهم فقط. لا يأمل المليون إلا في شيء واحد ألا وهو السلام. لتعلموا أن الاتفاق أصبح لا وجود له، لن تتمكنوا من إعادته للحياة. وأؤكد لكم أنه ما من شخص يحب مالي أكثر من أهلها، ولن يبقى أهلها شهداء صامتين على ما يحدث فيها. ففي كل طلقة تضرب سنرد، وكل كلمة تقال بحقنا سنرد. ولا تقولوا أننا لم نحذركم، فقد أعذر من أنذر. أما عن الجزائر ومندوبها الدائم إلى جانب ما يقوم به لا يساعد أبدا في العلاقات الودية. في كلماته أشار إلى أن الضحايا كانوا من المدنيين، وهذا شيء غير مسؤول. وعلى الجانب الآخر ذكر أن من استخدموا هذه المسيرات ليسوا محاسبين أمام أي طرف. وهذا أود أن أذكركم هنا: تحسن وضع القوات المسلحة أصبح واقعا ما كان من استعادة أراضينا. أما عن مسيري المسيرات فهم ماليين عملوا بالمهنية اللازمة. أود أن أذكركم أنه منذ سنوات من أساء استخدام حقوق الإنسان وجهوا سؤال: من الذي يقتل من؟ واليوم نأسف أن المندوب الدائم للجزائر هو الذي يستخدم سلاح حقوق الإنسان كسلاح ضد جيش مالي. دعت مالي هؤلاء الدبلوماسيين للتوقف عن التدخل في التاريخ، فعلهم لا يعلمون مساهمة مالي في تحقيق الاستقلال في الجزائر، وربما لا يفهمون الجغرافيا أيضا إذا يعتبرون أن مالي ولاية تابعة لهم في الجزائر. أكرر حضرة الرئيس: مالي تدعو هذين الدبلوماسيين للتوقف عن التدخل في تاريخ بلدي، فيقينا لا يعلمون شيئا عن التاريخ الذي يربط بين مالي والجزائر، ويعتبرون مالي ولاية تابعة للجزائر. وأكرر مرة أخرى: ندعو هذين الدبلوماسيين للتوقف عن التدخل في تاريخ لا يعلمونه. من الواضح أنهم يجهلون التاريخ الذي يربط بين الجزائر ومالي، ويجهلون دور مالي في تحرير الجزائر، ويجهلون أيضا الجغرافيا لأنهم يعتبرون مالي ولاية في الجزائر. حضرة الرئيس، أما عن الوضع الإقليمي والدولي، سمعتوا الأخوات الجزائريين مالي متى التصريح؟ هذه مالي عاوتاني متى التصريح؟
التصريح راه كان اليوم ما سمعتيهش. المهم كنتفقوا حنا والاخوه في مالي، الاخوه الاعزاء الماليين اخي كمال، ان التصريح الجزائريين كان اليوم مجلس الامن هذه في مجلس الامن. يا اخي غنكمل على جمله الامم المتحده اش دخل مالي لمجلس الامن في الامم المتحده كلمه مهمه. كمال اتفقوا على الكلام اللي تيقولوا المغاربه ان الجزائريين لا يفقهون شيئا في التاريخ والجغرافيا. وقال عليهم شنو دار لك، شنو بان لك دار الخير في هذا الشيء هذا؟ تي خطير الكلام اللي قال، والله تا خطير. والله يعني ترجمه ما سمعت انا، ما سمعت لا فيرسون اوريجينال. ترجمه كاينه لا فيرسون اوريجينال، جبدها له اون فرونسي. بغيتي اوريجينال؟ معليش صدقت معليش. قال عليها بان الدبلوماسيين الجزائريين بانهم مجانين، وقال بان الجزائر كتقول على مالي بانها ولايه جزائريه، كيف قلتوا على تونس. تونس قلتوا بانها ولايه جزائريه، وقال الجزائريين ما ينساوش المساعدات اللي كانوا كيساعدوهم الماليين. الكلمه ديالو سهام، البدايه ديالو شنو قال لهم؟ قال لهم كنقدم التحيه لفخامه الرئيس عبد المجيد تبون على حساب كلمته التي قالها يوم 29 في شهر 8 لما اعلن على ان مالي والنيجر وليبيا اصدقاء واخوه في الحمله الانتخابيه. يعني يستهزئ بالرئيس عبد المجيد تبون فاش قال لهم مالي والنيجر وليبيا اخوه. كنا درنا لايف عليها. هذا الممثل ديال مالي في الامم المتحده شنو قال لهم؟ قال لهم كنقدم التحيه لفخامه الرئيس عبد المجيد تبون على الحساب الكلمه ديالو اللي قالها يوم 29 في شهر 8 لما اعلن على ان مالي والنيجر وليبيا اصدقاء واخوه. يعني كيستهزئ به استهزاء، ومن بعد ذلك باش كان استهزاء وكانت سخريه مباشره ندخل للتهديدات. يعني لو كان صادق في كلامه ما غاديش يبقى يقول لكم احذركم. واش فهمتي؟ يعني كيسخروا بكم اصاحبي الدبلوماسيين كيسخروا بكم. ويلا عرفتي من الامم المتحده هذا الكلام، وكيقول بان الجزائر هي من تدعم الارهاب، بلا ما نقول داك الاسم اللي كيتبدا بالداء والعين في المنطقه ديال الساحل. يعني هذه المسائل هذه كامله في الامم المتحده تقال على الجزائر، والحمد لله ما جاتش من المغرب. انتم كتشوفوها هي دول اخرى شويه دقه. قال كان مشادات كلاميه بيناتهم. دخلت كنقرا في التقرير قال كانت مشاده كلاميه بين السفير. قال لهم على الجزائر اذا لم تكن تحترم الجغرافيا المشتركه بين الشعوب فعليها ان تعلم ان مالي ليست ولايه جزائريه، وعلى الجزائر احترام السياديه الداخليه لمالي. وكيقول ان مالي سترد على الجزائر على اي كلمه قالتها في مكانها الصحيح، وسترد على كل رصاصة تطلق عليها بالمثل. وعاد فكروهم بأن ساعدوهم في الثورة. سبحان الله، كل شيء ساعدت الجزائر وهي باغا تقسم كل شيء. وراه ديال الحدود ديالها اختي مريم، كاملين الدول اللي في الحدود ديالها ساعدت في الثورة الجزائرية، ولكن نكاري الجميل نكروا كل شيء وبغاو يقسموا كل شيء. وشنو قال لهم؟ قال لهم هاد الممثلين ديال الجزائريين، هاد الدبلوماسيين ديال الجزائريين، قال لهم انهم مجانين وجاهلين للتاريخ. وكيولي كيتهمون بان الجزائر كتدعم الارهاب والانفصاليين، وقال لك كتعطيهم الشكشوكه والشوربه. اين هي الهبه عمي تبون؟ واين هي العهده الثانيه؟ عمي شنقريحه راه ياخذ في خوذه داز عنده مسكين عمي تبون العهده الثانيه بالتصريح من عند مالي. شوف سيدك شنقريحه راه عنده الخوذه. سيدك شنقريحه انت ما عندكش الخوذه في المغرب. دابا حنا بغينا نسولوا غير الخوت الجزائريين دار الخبر، والخوت باغي نطلعكم الجزائريين وكاين اللي كتسبوني. بداو نسب، قولوا لنا مسكينه هذه الدوله مالي اللي راه هاد شحال وهي كتنهب فيها فرنسا، وبغاو تكون واحد الصحوه تحرريه ويكون واحد الدوله مستقله ويستخرجوا الثروات ديالهم ويخدموا بها في اطار سياسه رابح ويدخلوا في المشروع الاطلسي مع المغرب. انتم علاش صاحبي علاش كتعاديو مسكينه هذه الدوله اللي هي ضعيفه؟ علاش كتعاديوها وعلاش كتدعموا لها الانفصال وعلاش كتحاربوا هذه الحكومه الانتقاليه؟ علاش؟ شنو هو السبب اللي غتحاربوا واحد الدوله مسكينه بغات تنسلخ من العباءه الفرنسيه وقالت لك كافى منه بخيراتنا؟ علاش هذا الشعب اللي شفتوه خارج مسكين كيصلي يوم الجمعه
وباغيين يطردوا فرنسا، علاش خدامين كتحاربوه؟ بغيتي قبلتي انت تعيش تحت وطأة الاستعمار وتحت رحمة الاستعمار فهذاك شغلك، ولكني ما تجيش اصاحبي وتحارب واحد الشعب اللي بغى يتحرر من التبعيه. علاش كتحارب؟ انا هذا هو اللي بغيت اللي كيدوخني. ولو تكونوا شي لو كانوا يهود، لا كانوا يهود ولو نتوما مقاطعه فرنسيه وتكونوا يهود، خصكم تخليو هذا الشعب على انه يتحرر. واذا كانت فيكم الانافه وعندكم النيف كيزقولوا، راه خصكم حتى نتوما بما ان فرنسا النفوذ ديالها ضعفوا، راه نتوما خصكم تستقلوا. راه اللي خداو على الكاهل ديالهم العمل الكبير والعظيم هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيت هاد الدول راهم الحمل الكبير ديالهم هما اللي انسلخوا من التحالف ديال السيديا، هما اللي طردوا فرنسا من الدول ديالها، هما اللي ضعفوا الدول ديال فرنسا. اذا نتوما راه فرنسا بقات عندها رحمه، يعني بقات عندها غير الجزائر، راه ولات ساهله التدخل العسكري د فرنسا، والله ما تخافوا منه، خافوا غير من داك لي جينيرو اللي كيحكموكم. اما فرنسا ولا شي ما تخافوش، امريكا راه ما كتدعم التدخل العسكري ديال فرنسا، روسيا راه مجرد ما هاد لي جينيرو غيبغيو يدخلوا في الشعب ويبغيو يقتلوكم راه كاين تما الفاغنر، والله لا كان غير داخل ويعاون الشعب من هاد التبعيه ينسالخ منها. راه كيف ما داروا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، راه غيدخل الفاغنر وغيحارب هاد القاده الفرنسيين. راه خصكم غير نتوما واحد شويه د الاراده وغادي تولي الجزائر دوله مستقله، وغادي تفتح الحدود وغادي يدخلوا حتى هما في المشروع الاطلسي، وغتولي عندكم الطاقات ديالكم حرين ومستقلين فيها. ديروا غير واحد المبادره، غير واحد الخطوه. هذاك شنقريحه بدا الطربوش ديالو عليا باليمين تجي الفاغنر تخرقوا له على راسو، غير ما تخافوش. شوف هما كانوا ناويين الشر، كامل هما كانوا ناويين الشر، جابوا الفاغنر المالي ناويين الشر المالي، واذا انقلب السحر على الساحر. الفاغنر ولات مؤيده الى مالي ولات ضد الجزائر. هادشي راه ولا باين وواضح. هاي كمان هما تيقولوا على الطوارق انها جماعه ماشي ارهابيه الجزائر. الاول كانوا كيقولوا عليها جماعه ارهابيه اختي مريم. نشوفوا الكلمات تاع عمر من العراق تيقول لك انها راه جماعه ليست ارهابيه، هي جماعه تحرريه يعني باغا تستقل ومن حقها في انها تناضل. هذه هي المشادات اللي نشوفوا المداخله ديال عمر من قبيله ويطلب مداخله. تفضل سي عمر. تحياتي كمان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك، الاخوان اللي بالقيس جميعا، الاخوان بالتعليقات. كمال احنا من زمان طلعنا معاك حتى ما نرجع للوراء، كانت الاخت اللي موجوده تتكلم عن موضوع ايران، وحقيقه هذا موضوع مستفز، انه انا هذا الجنون العظمه اللي موجود بايران ومدح ايران على 24 ساعه، وما نستغرب من هذا الكلام حقيقه، لانه هم من نفس الام، من ام واحده. النظامين هو من الام الفرنسيه، واحنا سبق وان عرجنا وتكلمنا بهذا الكلام. لكن ما اعرف اذا كنتوا على علم انه ايران السبب بقتل مليونين مدني بالعراق، السبب بقتل مليونين مدني في سوريا، سبب في قتل ناس مدنيين في لبنان وفي اليمن، وما يحدث اليوم في غزة هم السبب به. فما أعرف إذا كنتم تفهمون هذا الشيء أو كنتم نائمين، أو ما أعرف، يعني حقيقة أستغرب وين إن كنتم. الأفضل لكم أن تخرجون اليوم تشوفوا منصاتكم اللي تطلع تصدح وتسب أخوانكم أهل السنة، وتتركون من يسب في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم ساكتين تطلعون تعملون علينا أنه أنتم ناس فاهمين وأصحاب علم. هذا أنا عندي مداخلتي الأولى. هذا موضوع فيما يخص هذا الموضوع الأول، أرجو منكم أن يعني تقرون التاريخ جيدا. الأمر الثاني، الحقيقة يعني نرى الكلام أنه تتكلمون وتتحدثون كأنما أنتم دولة إقليمية كبرى في المنطقة. أنا ما أعرف يعني هل يا سيدي أنتم تعرفون شنو معنات الدولة الإقليمية؟ أن تكون مؤثر في محيطك، وأن تكون عندك فعلا قوة اقتصادية مؤثرة في منطقتك، وقوة عسكرية مؤثرة، وقواعد خارجية، وهي الأمور. فأرجو تتكلمون على قدر معرفتكم بالأمور. والأمر الأخير، شوف الأخ عمر بما أنك شكرا أختي فاطمة الزهراء، بما أنك أنت كعراقي وعندك يعني مع هذا المخطط الإيراني، وشفتوا كيفاش إيران دارت ديك الأعمال في العراق، وربما عندكم خبرة بحكم أنكم عشوا واحد الفترة اللي هي كانت فترة كتحاول ايران انها تسيطر على العراق، وربما خربتها وانتم كنتوا تم. نعم.
بما انك عندك ديري بهذا الموضوع، عندي لك واحد السؤال. كتظن في نظرك على انه سينهار حزب الله باغتيال باغتيال حسن نصر الله؟ كتشوف على ان هذا الحزب، هذه الجماعه ديال حزب الله واش غتنهار باغتيال حسن نصر الله؟ وكتشوف في نظرك هل الحركات بما اني كنقولوا انهيار هذه القاده ديالهم، كنقولوا هل الحركات هذه الحركات ديال المقاومه واش هي قائمه وقويه بالاشخاص وقدسيه الاشخاص ام المبادئ؟ يعني واش كتستمد هذه الحركات المقاومه القوه ديالها من الشخصيه القياديه ام من مبدا المقاومه؟ كتشوف على انهم سينهارون بانهيار الشخصيات ديالهم، او عندهم واحد يعني هذه الحركات كيستمدوا القوه ديالهم من الشخصيات القياديه ام من المبدا ديال المقاومه؟ شوف اخي كمال، الاشخاص هذول الناس لديهم عقائد مختلفه، اللي بفلسطين واللي في لبنان. الاول الاشخاص اكيد الاب الروحي يكون مؤثر وله تاثير وسوف يكون مؤثر في هذا الموضوع، لكن لن تنتهي، يعني هي لن تنتهي، لكن سوف تكون مؤثره جدا من الناحيه المعنويه، وراح يكون اكو تراجع كلش قوي. اما فيما يخص الحركه اللي في فلسطين، هي مستمره من الزمان القديم، هي مستمره ولليوم هي مستمره، لكن سوف تترك مثل ما تركت من بدايه الامر الى اليوم، هي من دون غطاء، يعني من دون غطاء، فبالاخير سوف تفشل. اما الاخوان اللي موجودين بالجانب الاخر، لا فاسمح لي، موضوعهم يعني هم قديمين ولهم باع قديم حقيقه وموجودين. وبال92 قتل القائد مالهم، اغتيل في ضربه من طيران الاسرائيلي، وبعد ذلك جاء نصر الله وذهب نصر الله وسوف ياتي شخص اخر. لكن الموضوع طبعا اكيد سوف يكون هناك تراجع معنوي كبير بعد مقتل حسن نصر الله وانكشف الغطاء، وشفنا ايران على العلن تبرأت من الفصائل عندما ذهب الى امريكا، وخرج الرئيس الجمهوريه وتكلم بكلام كثير. هذا الذي سوف يحصل، يعني اكيد الدور القائد عندهم مؤثر جدا. هذا اللي انا حسب معرفتي، يعني اذا انت عندك تفاعل اخر. ندوز لك لسؤال اخر. على الاحداث اللي كتحصل اليوم، كتشوف على ان هذه الاحداث هل هي احداث مخطط لها ومبرمجه، ام انها احداث تتوالى حسب التغيرات الميدانيه؟ بمعنى ما يحدث اليوم ابتداء من 7 اكتوبر، من الاحداث ديال 7 اكتوبر، واغتيال ابراهيم رئيسي، واغتيال اسماعيل هنيه، ثم اليوم خبر اغتيال حسن نصر الله. هل هذه الامور كتشوفها مخططات، ومن المستفيد من هذه الاحداث، او لا كتشوفها يعني غير مخطط لها وانما مقاومه حقيقيه تدافع على تحرير هذه الاراضي والحرب مع اسرائيل، يعني بدون وكاله من اي دوله؟ لا كمال، طبعا هذا الامر اللي موجود هذا كله مخطط، هذا كله مخطط ومدروس. هذا ليس شيء عبثي ولا تحدده القوات والقتال على الارض. لذلك انت تشوف اليوم في 3 ايام من الضرب المستمر على بيروت وعلى الضاحيه الجنوبيه تغيرت مفاهيم كثيره. ومن باع حسن نصر الله؟ من الذي باعه؟ حاله حال هنيه، ايران من باعته وهي من أدلت بمكانه. وسوف ترى الأيام الجاية سوف يخرج مثل هذا. وخرج عندهم شيخ في لبنان في مقابلة راح أرسل لك إياها فيما بعد، يحذر من أنه أوراقه انكشفت وعليه أن يكتب وصيته. موجود الفيديو نزل بكثرة قبل مقتله ب3 أيام. حذروا من أنه باعوه، الذي اشتروه بالأول باعوه، لأن قلنا مرارا وتكرارا إيران ما هي إلا ذراع لإسرائيل وتطبق أجندات إسرائيل في المنطقة، فالذي يحدث كله مدروس. فشوف أنت اليوم في ضربات بسيطة 85 قنبلة رموا على مكان اللي هو فيها، تزن طنين أو أكثر، وصلوا إلى المكان اللي هو فيه بدقة وقتلوه كثير من القادة معه. فهل هذا الشيء يعني هذا طبيعي؟ هذا ليس طبيعي. أكيد أكو أشخاص باعوا وهي إيران باعته، لأنه أكو تغيير. شوف ولكن ما كتشوفش على ان ذاك صاحب الفيديو اللي تكلمتي عليه اللي هو محمد علي الحسيني، ما كتشوفش على ان
على حسب الفكر السياسي ديالو الوحدويه الرافضه لمنطق الفتنه والدعاة ديالها. يعني هو من المؤلفات الكتب ديالو كيقول لك نحو اسلام معتدل، يعني ما كتشوفش على انه منشق وعلى ان الافكار ديالو هي مضاده للمخطط ديال حزب الله. هذا المخطط الايراني يعني متأيرين، ما كتشوفش زعما الكلام ديالو غير مسؤول لما قاله على حسن نصر الله من الاعمال اللي قامت بها اسرائيل. يعني كلامه غير مسؤول عليه ايران. يعني هو راه ماشي شيعي، هو يعني الفكريه ديالو والسياسه ديالو عنده يعني واحد الوحدويه رافضه لمنطق الفتنه والدعاء ديالو. هو ضد حركه حماس، ضد حركه فتح ولا حتى حماس. هاد الافعال اللي كيقوموا بها هو كيقول لك خاصنا يعني نهدفوا لواحد الاسلام معتدل. يعني كلامه كظن على انه مسؤول عليه زعما على ان ايران فعلا اشترته وهي من باعته. اكيد يا كمال، اكيد هي من اشترته وهي من باعته ايران. اكيد انا حقيقه ما عندي تصور عن الرجل، ما عندي توجه، يعني ما عندي فكره عن توجهه الكامل كيف، لكن اكيد هم اللي باعوا. وهاي هذا الموضوع هذه شوف كمال، هذا الموضوع لعبه، وهذا الدور عاجلا سوف ينتهي. يعني انت في خلال 3 أيام قصف مكثف على لبنان ترى دوله صغيره جدا، قام الهرج والمرج ونزح نص الشعب. اليوم واقف على اعتاب مطار بغداد، اليوم مليء باهل لبنان، وقسم منهم اللي نزح من داخل سوريا وجانا عن طريق البر بالالاف. حتى الجوامع خرجت تصرخ اليوم، يقول لك يابا يعني حضروا مساعدات لاخوانكم اللبنانيين كذا. افرغت لبنان، خلص لبنان الموضوع انتهى، مقبله على حرب واحتمال حتى اجتياح بري يكون بها. يعني في ضربتين يعني اكثر من 1000 شخص قتل، من غير هذا الموضوع البيجر وشخص اخر. لا هو بالنسبه للخوت كيتسالوا قال لك على من كتكلم. هو واحد الفيديو انتشر، ربما ما غتعرفوش نتوما داك الشخص اللي كيقول اسماعيل سمعوا من الفيديو حسن نصر. بلاش معليش. المهم كيقول على حسن نصر الله على ان ايران هي من اشترت وهي من باعت. هذا محمد علي الحسيني، هذاك هو باحث ومحاضر اسلامي بالاصول سعوديه. هو باحث ومحاضر اسلامي سعودي، ولكن الاصول ديالو لبنانيه. كيشتغل هو عنده واحد المنصب، نعم عنده منصب ديال الامين العام الحالي للمجلس الاسلامي العربي اللي كاين في لبنان. يعني عليه كنتكلموا. قلت لك اخويا عمر، نعم. قلت على انه مخطط لهذا الفعل. مخطط من طرف من؟ وشكون هو المستفيد الاكبر؟ مخطط من طرف اسرائيل كمان. يعني باين الموضوع. اسرائيل انت تعرف الصهيونيه عندها فكره معينه وراح تطبقها، عاجلا ام اجلا. وهؤلاء اللي موجودين على الارض اليوم هم السبب الذي يحدث. انت تعطيهم السبب كما اعطيتهم اليوم في فلسطين، تعطيهم السبب حتى يتمددون في اراضي اخرى، وقد يكون هذا هو التجهيز لتحقيق الحلم الكبير. من الذي مستفيد؟ اكيد هم المستفيدين. ينطيهم ذريعه حتى يتوغلون في هذه الاراضي. ربما يصل المد علينا، وربما يصل مناطق اخرى. لا تستغرب. يعني احنا اليوم في عز هاي المشاكل، اليوم تشوف هم صواريخ ومسيرات تطلق من العراق باتجاه اسرائيل. ما تستبعدوا انه احنا خلال هاي الايام القادمه هم نتعرض الى ضربات جويه مكثفه. نحن حتى يعني ما عندنا حتى مضادات جويه، ما عندنا الطيران. فانت تصور الحاله. خليك معايا الاخ عمر. غندوزو لشيخ البدو. كتسمعني شيخ البدو؟ شيخ البدو نقول السلام عليكم. كلمه واخا ذكر واخا الاخ محمد خليك انت تهضر. شيخ البدو تفضل. خلي الا بغيت خلي. شوف انت لا غتسمح له في الكلمه ديالك. تفضل. داكور اسمح لي. وي استقبال ça fait un très grand plaisir زعما en premier temps نهضر معاك. بغيت نقول انك كنت كدوي في واحد الموضوع والسي عمر دخلنا في واحد الموضوع اخر كنا كنهضروا في المغرب. بغيت نقول لك كمل الهضره وهضر على الاتفاقيه اللي دارت مع السيبوريتا مع الساحل. دارت البارح ولا اليوم مع الساحل من مالي بوركينا فاسو النيجر تشاد.
بغيتك تدوي، بغيتك تكمل لانك بديتي وما كملتيش هاد الهضره، ما كملتيش. بغيت نعرف حيت هو الاخ محمد، هو الموضوع هذا غادي حيت اصلا هذه الكلمه ديال المبعوث الاممي ديال مالي راه ما درت عليه حتى تحليل، يعني قلنا غير شنو قال، ولكني ان شاء الله غدا غادي ندير التحليل الكامل وغادي نشوفوا يعني الاتفاق اللي دار مع اللي كيقول لك الساحل. فاش تسمعوا الساحل راه هي دول الساحل والصحراء، هو المشروع الاطلسي، كلهم خيرات ديال هذه الدول في هذا المشروع، يعني كاين اتفاقيات. علاش كندوي وما بانش لي موريتانيا، يعني كاين شي مغاربه مساكن اللي ما كيفهموش هذه اللغه، يعني يسمع الساحل ما يفهمهاش، كيحاول ما امكن انه يفهم حتى الكلمه. مثلا الفيديو انا اللي كندوي معاك كنهضر معاك من تشاد، تشاد، نيجير، بوركينا فاسو، مالي، خاصنا غير موريتانيا ونكملوها، فهمتي الهضره واستسمح. المهم غدا نتسناك، ما كان مشكل، انا بغيتها نستافد. والله يحفظك وبارك الله فيك. الله يحفظك خويا ومرحبا بك معنا. ولا جيت بقيت غنقسم هنايا وندير التحليلات، يعني كيهرب الموضوع، يعني غدا نبغي نزيد شي حاجه وغنلقى يعني الكلام كيتعاود. غدا ان شاء الله نكملوا الموضوع. ها انت معنا خاي محمد، بغيتي تنزل مرة ان شاء الله شيخ البدو؟ لا غنزلني. الله يحفظك خويا. واخا خويا محمد، شكرا لك على المداخله خويا وتحياتي لك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شيخ البدو، كتسمعني عندك مع هذا الموضوع، مع هذه الاحداث اللي كاينه وهذه الصراعات اللي كاينه في الشرق الاوسط، ولا عندك شي مداخله يعني لا في نفس الموضوع غادي نطرح عليك اسئله، ولا عندك اسئله ديالك واجوبه ديالك؟ واخا بعد نسلموا. السلام عليكم سي كمال، تحياتي الاخ شاهين، تحياتي الاختنا الاستاذه مريم، الاخت سهام، الاخ فارس دار الخير، والاخ عمر ابن العراق، والاخوه والاخوات اللي في البث. صراحه هذا هو الموضوع اللي خاصكم تناقشوا الليله، لانه البارح الموضوع دخلنا في واحد الدوامه، هنالك من اكد وهنالك من نفى اغتيال نصر الله، مع العلم ان اغتيال نصر الله وقع عليه منذ اشهر، راه ماشي وليد الساعه، منذ اشهر. كاين شي سؤال؟ تفضل خويا كمال سولني. نعم، المهم انا كنقول لك بسبب هذا اغتيال رؤساء واستهداف ديال هذه قياده الحركه المقاومه اللي كاينه دابا حاليا، شفنا اغتيال رؤساء وحتى استهدفوا حتى قياده الحركه المقاومه. يعني كتشوف في نظرك شنو هي الابعاد ديالها، وشنو هي القراءه ديالك لهذه الاغتيالات، وهل هذه المقاومات غادي تنتهي بسقوط هذه القياديين ام ستستمر؟ شوف، هي الامور اللي جينا نناقشوها. واخا قبل ما تتكلم اخويا شيخ البدو، سير على الحضارات. كتسمعني؟ كنسمعك. مرحبا. قطع اخويا الصوت من حيت راك كتشوش على شيخ البدو في المداخله ديالو. مرحبا خويا، مرحبا. هو الا جينا نناقشوا النهايات، خاصنا اولا نرجعوا للبدايات. اصلا بدايات ما يسمى بحركات المقاومه بين قوسين، لأن هذه حركات المقاومة لم تخرج أصلا للمقاومة من أجل المقاومة، بل هي لبست عباءة المقاومة من بعد أن ترتبت لها الأوضاع وتهيئت لها الأرضية. مثلا حركة حماس انبثقت من تيار تسمى حركة أمل، وحركة أمل خرجت من تيار يسمى حركة المستضعفين التي أسس لها موسى الصدر الإيراني الأصل، الذي قدم إلى لبنان وتمكن من الجنسية اللبنانية 1968 وأسس لحركة المستضعفين. وحين تمكنت الحركة وتم تهيئة الصف الأول من الحركة كصف سياسي آنذاك وعلى رأسهم نبيه بري، تم تحييد موسى الصدر المؤسس أيضا باغتيال في إيطاليا، واتهم به آنذاك نظام القذافي، ونظام القذافي بريء من دم موسى الصدر إلى اليوم لم يستطيعوا يثبتوا أن موسى الصدر اغتاله القذافي، بل موسى الصدر اغتيل بأيادي لبنانية شيعية مدفوعة إيرانيا. حينما تم اكتشاف ما نسميه احنا بالشباب، شبيبة حركة أمل، تم استقطاب مجموعة من هذا الشباب على رأسهم حسن نصر الله، الذي للتأكيد ليس اسمه الحقيقي حسن نصر الله، بل اسمه حسن عبد الكريم السيد وليس نصر الله.
باش تبقاو تبحثوا في التفاصيل راهي مهمه. واستقطاب الموسوي ورحلوا او طلب منهم ان يذهبوا الى ايران، وتكونوا في قم من سنه 1979 الى سنه 1983، واستقدموا الى ايران الى لبنان. في تلك الفتره كانت هيئ الصف الأول الذي استنسخ لنا حزب الله، وكان على رأسه صبحي الطفيلي آنذاك الأمين الأول لحزب الله. بعد ذلك هيئت الأرضية لحسن نصر الله والموسوي ومجموعتهم حتى انقلبوا على صبحي الطفيلي، وتم تعيين الموسوي كأمين عام لحزب الله الذي اغتيل أيضا بدوره، وتم تهيئة الأرضية لحسن نصر الله وبقي عليها إلى اليوم. إذن هذه تراتبية جيدة تتقنها الأجهزة الأمنية الإيرانية المتغلغلة في الدول العربية. وتم نشر أذرع أيضا موازية لحزب الله، مثل الحشد الشعبي في العراق. والحشد الشعبي هنا للتبيان، والأخ عمر يعرف كاين الحشد الشعبي منذ شهر بدأ ضباط الحشد الشعبي وضباط الصف والزعماء في الحشد الشعبي بالتخلي عن الزي الرسمي. الحشد الشعبي راه كان عندهم توني مخالف للزي العسكري العراقي، لأنهم هذو علموا بالمعلومات وعرفوا عن تصفيات قادمة لحزب الله، وبدأوا يتجردون من زي الحشد الشعبي. تم أيضا استنساخ حزب الله في الكويت، حزب الله في البحرين، حزب الله لجرأتهم حتى في السعودية، وأخيرا حزب الله في سوريا وفي اليمن. إذن ماذا قدم حزب الله لهذه الأمة العربية ولهذه القضية العربية الإسلامية الفلسطينية؟ يتفضلوا يقولوا لنا، يتحاسبوا معنا. بعد 7 أكتوبر خرج علينا نصر الله أن حزب الله سوف يفتح الجبهة الشمالية لفلسطين لكي تكون معينا معينا لحركة حماس. ونسمع خطاب آخر لحزب الله يقول: نحن لا نريد أن ننجر في معركة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. هذا هو الازدواجية في الخطابات يا إخوان. احنا كنا فعلا واحد الفترة كنا مع التفاعل معك شيخ البدو. ربما السؤال هذا الجميع يعرفه، على أن حزب الله لم يقدم للقضية الإسلامية ولا لهذه الدول لا شيء، لكن بما أن هذه الحركة المقاومة هما تابعين لإيران، فماذا قدموا لإيران في نظرك؟ هما كانوا يخدمون أجندة مزدوجة، الأجندة الإيرانية والأجندة الإسرائيليه في نفس الوقت. لأنه كي قالنا سبحان الله البارحة، لكن مستحيل على أن مثلا عاد يخدموا لصالح أمريكا وصالح روسيا، يعني عن طريق مباشر. يعني كنقولوا على أن روسيا، على أن يا ربي على طريق أمريكا وطريق إسرائيل، وحنا كنقولوا على أن إيران وأن إسرائيل وجهان لعملة واحدة، أي المتحكم فيهم هي إسرائيل. يعني كنقولوا حنا ماذا قدموا لإسرائيل؟ قدموا لإسرائيل باش تخدم بهذا أولا هذه الحركات كانت هي العصا التي وضعت في عجلة تنمية الدول العربية في الخليج العربي خصوصا، وفي الأردن وفي لبنان. من دمر لبنان؟ من هدم لبنان؟ حزب الله. من وضع عجلة تنمية في عجلة الدول العربية؟ حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وجميع الفروع التي تعتبر على أنها مقاومة فلسطينية. 40 سنة وهي تستنزف الدول العربية بالأموال الطائلة ولم تقدم أي شيء، بالعكس كانت تقول للدول العربية: أعطونا المال وحنا نتفاوضوا مع إسرائيل، إذا أعطيني الفلوس واسكت فمك. وراه شفنا دابا اش دارت منظمة فتح؟ لا شيء. حركة حماس هي لا شيء. حركة الجهاد لا شيء. الحركات الأخرى اندثرت. إذن هذه المنظمات للأسف، أو هذه الحركات حركات المقاومة التي تريد أن تحرر فلسطين، عطلت الدول العربية، عطلت مشروع التنمية في الدول العربية، عطلت حتى مشروع القوة الجيوسياسية في الدول العربية. كانوا يستهزئون بنا يا الأخ كمال، كانوا يستهزئون بالأنظمة العربية وبتقزيم الشعوب العربية وبتقزيم الأنظمة. إذن تم التعطيل لبناء قوة إيرانية، تم التعطيل لبناء دولة إيرانية، تم التعطيل. شاهدنا أن إيران أصبحت تزايد على الملف النووي الإيراني بفرض شروط حركة حماس
في فلسطين. أصبحت إيران تفاوض على الإفراج عن الأموال المجمدة في أمريكا بدفع حماس بأعمال إجرامية، وأنا أقولها إجرامية في حق الشعب الفلسطيني على أنه يقاتل إسرائيل. إذن هذه الأيادي التي اتخذتها إيران أيادي تدميرية، أيادي تخريبية تقزيمية وتهديدية في نفس الوقت. لما أشوف العجب هنا حتى الحوثي أصبح يهدد بقصف المواقع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها أرامكو. هون ضرب العجلة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، ضرب العجلة الاقتصادية لدولة الإمارات. أخرج علينا أمير موسوي أكبر منظر وعاش في الجزائر 10 سنين، والفيديو عندي وغادي نصيفطو لك كمال على ما أظن غادي يكون عندك فيديو صريح في لقاء تلفزي لأمير موسوي يقول بالكلمة، يقول إذا تحالف هاد الأعضاء الثلاثة يعني فالجزائر غادي تصفي من الصحراء المغربية في ساعات. إذا تدخلت إيران وحزب الله والجزائر في قضية الصحراء الغربية فإننا سننهيها في ساعات. شوف هنا ولات نحن دابا بحال شاد دبوس حزب الله ولا إذا شوف الدور الإيراني من بعده خرج علينا واحد من قيادات الحرس الثوري يقول إننا مستعدون أن نعطل الملاحة البحرية في جبل طارق. سوف جاب إيران جبل طارق. إذا هنا ولا الخطر يهددنا جميعا من المحيط إلى الخليج. ولكن الحمد لله هذه الأمة لا تخان، هذه أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولينا نرجع للأصل هو على أننا سنة على سنة رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الأمة لا تخان، هذه الأمة لا تغدر. كيف كنقولوا احنا الملح وخير الشعوب العربية والأنظمة العربية وأموال الشعوب العربية وأموال الأنظمة العربية، قيمة الدعم اللي كانت كتندفع لهم هي اليوم خرجت فيهم. هذه الشعوب لا تغدر، هذه الشعوب لا تخان، هذه الدول لا تخان الدم العربي تخان، الدول العربية لا تخان، وهو مصيرهم اليوم كيف نشوفوهم. تم ضرب ما يزيد على 4000 من مقاتلي، وراو الهدم حزب الله راهو جا من الأساس إلى الرأس. إسرائيل بدأت بعملية البيجر اللي تضرر فيها ما يزيد على 5000، من بعدها عملية ذوك لي صونفيل اللي تضررت فيها شي 2000، من بعد ذلك ضربوا الصف الثالث، ضربوا الصف الثاني، وأخيرا ضرب الرأس. ولكن يبقى رأس الأفعى الكبير، وأنا أضع سطرين تحت هذا: رأس الأفعى الكبير والخادم الأكبر وكبيرهم الذي علمهم الخيانة وتبعية المجوس هو نبيه بري وحزب الله في لبنان، حركة أمل في لبنان. هذا دين. وإذا لم يجتث حزب الله من لبنان وحركة أمل من لبنان فإن المنطقة لن تشهد لا ثباتا ولا سكونا مع المجموعات. وأترك لكم المجال إخوة. نعم الأخ فارس كتسمعني؟ أسمعك أخوي كمال. سمعتي الأسئلة تجاوب؟ عندك شي إضافة ولا نزيد لك أسئلة؟ أنا بخالف الأخ عمر لأول مرة، عرفت علي؟ بس جا سنيال ونزل. شوف نعم. المستفيد الأكبر عرفت علي من اغتيال حسن نصليرة إيران وليس بس إسرائيل، عرفت علي؟ لأنه هذا النظام الإسرائيلي والنظام الإيراني هو نفس الشيء، هو من زرع هاي الأحزاب، عرفت علي؟ الإفادة الكبرى للطرفين، عرفت علي؟ قتل 7 مليون سني. وإيران اليوم من لما تأسست مثل ما يدعوا هم الجمهورية الإسلامية التاريخ اليوم ما خضت أي حرب مباشرة مع إسرائيل، بل هي كانت تستخدم الشيعة العرب. يعني الخسرانة هي كانت الشيعة العرب وليس إيران. يعني ممكن ضحت بكم قيادي من عندها، عرفت علي؟ بس على هذا الأساس هي استفادت، دمرت. قلت لك من شوي 4 عواصم عربية، عرفت؟ مات لها كم قيادي. الخسرانين هم الشيعة، بس الشيعة من أصول عربية، سواء لبناني ولا سوري ولا عراقي، عرفت علي؟ ولا حركة حماس اللي 60% منها تشيعت، دمرت غزة. اثنيناتهم مستفيدين، إسرائيل وإيران. يعني وكان أكثر شيء
بلشت التصفيات، عرفت علي، من قاسم سليماني. كل شيء كان يهدد ابنه للمرشد الاعلى اللي مستلم بالوقت الحالي، عرفت علي، لابراهيمي هذا اللي اغتالوه، عرفت علي، سقطت طيارته لما اجى من اذربيجان، لانه هذا هو اللي كان الوحيد اللي منافس، عرفت علي، بعد ما يموت خامنئي هو يصير المرشد الاعلى في ايران. من ايام لما كان قاضي واستلم اكثر من منصب بطهران، عرفت علي، حس ابنه لخامنئي اللي موجود حاليا انه هذا الشخص الوحيد اللي يشكل عليه خطر، شالوا عن الطريق وعم بيصفي كل المنظومه اللي حطها ابوه. عندك اسئله ثانيه؟ نعم. حسب ما كل شيء كيتناولوا كيقول على ان هاد الحركه المقاومه كيخدموا مصالح ايران، وايران واسرائيل هما وجهان لعمله واحده. يعني شنو كتشوف ايران ربحت من هاد الاعمال اللي قامت بها عن طريق هاد الحركات المقاومه؟ ايران اول شيء ربحت، عرفت علي، قضيتها اللي مزعومه هي القضيه النوويه، عرفت علي، عدل اموال قضيه نوويه، المفاعل النووي الايراني، عرفت علي. اليوم كل العالم سكت عنه، ما امريكا قد ايه صار لها هي ولكن المفعول النووي راه مازال خصها تطوره. ما تطوروا، عرفت علي، بس اليوم كل الوسائل الاعلاميه سكتت عنه. يعني انت لا، ولكن هي راها واقفه، راه عليها عقوبات، عليها عقوبات بس زالت تتنفذ فيه، عرفت علي. عدد الاموال الطائله اللي لا دابا حاليا يعني شنو كتشوف انت من المخطط ديال ايران؟ شنو استفدت بما انها دابا حاليا خرجت كتخلى على هاد القاده المقاومه وعلى هاد المقاومات؟ يعني شنو ربحت؟ ربحت اضاعه وقت بس. يعني البارحه طلع على خامنئي، عرفت علي، قال لسه ما زال عندنا قاده، يعني اي قائد بيروح موجود بديل له. يعني مثل ما تكلم الاخ شيخ البدو، يعني حسن نصليره لما اجى ب 92، عرفت علي، شال اللي قبله، شال الموسوي، هو اللي اغتال الموسوي، عرفت علي، كانوا بحفله، عرفت علي، وهو اللي وضع له الشريحه، يعني هو وعصابته وضعوا له شريحه بالسياره، وطلعت طياره اسرائيلي وقصفته ب 92، واستلم حسن نصر الله من هذاك التاريخ لتاريخ اليوم. اسم مغنيه كان قبله، عرفت علي. الشيء اللي ما بيعرفوه انتم اهل المغرب، عرفت علي، انه حزب الله قسمين، مقسوم قسمين، قسم مع تابع لسوريا وقسم تابع لايران. يعني في عندك القاده الكبار كلها تحت قياده المرشد الاعلى. نعم. ما كتشوفش على ان على ان ايران، بما اننا كنشوفوا على انه المستقبل العالم الجديد، الوجهه ديالو افريقيا، المستقبل الاقتصادي، وكنشوفوا على ان جميع الدول الغربيه وامريكا وروسيا كلهم كيتوافدوا على القاره الافريقيه من اجل اتفاقيات ومن اجل يعني ضمان مستقبلهم الطاقي من القاره الافريقيه وحتى الطاقات المتجدده. ما كتشوفش على ان ايران بسبب الاعمال التخريبيه اللي قامت بها في الشرق الاوسط، يعني ما كتشوفش على انها يعني ما كانتش من ضمن الدول اللي كانت كتسابق على هذا الطفره الاقتصاديه وهذه الطاقات المتجدده؟ ما كتشوفش على ان ربما كاين شي طرف اللي غادي يساعدها في هذا المصدر ديال الطاقه المتجدده؟ عيد السؤال. الطرف الموجود بافريقيا، عرفت عليه، كلنا عارفين مثلا هو الجزائر. نعم. يعني اليوم الجزائر ما دخلش. لا اليوم احنا كلنا نعرف الجزائر من جغرافيا ما في حدود بين مضيق طارق، عرفت علي، وايران. اليوم لما يطلع واحد بالحرس الثوري ويهدد مثل ما هددوا باب المندب، عرفت علي، وهددوا كل الموانئ العالميه، كيف اليوم مثلا انا بدي اهدد باب المندب لو ما لي اذرع موجوده عندك بشمال افريقيا، عرفت علي، ما اقدر اتكلم هذا الكلام. نعم. شوف، بالنسبه للتحالف ديال ايران وبين امريكا وبين اسرائيل في الشرق الاوسط والتخريب ديال الدول العربيه، مجموعه من الدول من بينهم لبنان، من بينهم سوريا، من بينهم قطاع غزه، وساعدت يعني اسرائيل في المخطط ديالها، وشفنا حتى انها ساعدت حتى الدول الاوروبيه على حسب الطريق التجاري اللي هو خرجت به بين مجموعه الهجرين في سنه 2023 اللي غيكون بجانب طريق الحرير. يعني نقولوا على ان ايران
الملف النووي ربما نجحت فيه، يعني المكافاه ديالها والحصه ديالها من هذه الاعمال هي دعم الملف النووي والتطوير ديالو والموافقه من طرف امريكا ومن طرف يعني دول الغرب، يعني فرنسا وما الى ذلك. لكن كنشوفوا على ان نعم اختي سهام. ايوه، للاضافه غير باش نقول لك بان ايران وصلت في التخسيب ديال اليورانيوم بالنسبه ديال 84%، وتاكد بان في 2025 غتحصل على القنبله النوويه 100%. هذا انا كنقول لك، وهذا من السيناريوهات اللي كانت عند ايران عندها واحد التخوف هو الضرب ديال هذا المشروع، يعني كتخاف بان هذا المشروع ديال القنبله النوويه ما ينجحش. وفي التقارير اللي كانت خرجت وصلت للتخصيب ل 84%. كيف واحد الدوله اللي عليها العقوبات الامريكيه ومازال وصلت لهذه النسبه ديال التخصيب ديال اليورانيوم؟ اذا هنا كيبان لك بان كاين يعني كي كيقولوا المصالح كتلعب. اللي غنمشي معك في القضيه اللي سمحتي لي اخي كمال غير واحد دقيقه. في واحد الوقت اللي كنا كنقولوا بان العمليه ديال الطوفان ماشي واضحه، يعني ديك الطريقه كيفاش كانت، اليوم تبين بان ايران ولكن واحد القضيه اختي سهام فاش كنقولوا غير باش نعرف واحد المساله. تفضل. قطعي الصوت حيت عندك الايكو كيتعاود ونرجع لك. دابا حنا فاش كنشوفوا على ان التحالف ديال امريكا وديال اسرائيل وايران في الشرق الاوسط وهذه الاعمال التخريبيه هي حنا عارفين على انها خصها باش تاخذ واحد الشرعيه باش تصبح واحد الدوله نوويه وتعمل على هذا تفعيل المفاعل النوويه اللي عندها، ولكن خصها باعتراف دولي وتكون المباركه من طرف امريكا. يعني هكا نشوفوا هذا الفعل من ضمن المخطط ديالها. لكن دابا حاليا كنشوفوا على الاعمال اللي قامت بها هي في صالح اسرائيل وفي صالح امريكا. لكن الاعمال اللي كنشوفوا دابا حاليا خرج ابراهيم الرئيس هذا الرئيس ديال ايران كيقول لهم على ان ايران لم تدعم روسيا في حربها مع اوكرانيا، وكنشوفوا على ان فرنسا اللي داخله في حرب مع اوكرانيا في حرب مباشره من اجل الامن الغذائي. كنشوفوا دابا ولا تحالف فرنسا ايراني في شمال افريقيا، يعني كنشوفوا على ان فرنسا باغيه تضرب يعني المصالح الاستراتيجيه ديال روسيا. لذلك دابا كنشوفوا على ان ايران جات لشمال افريقيا وتحالفت عن فرنسا، ولولا فرنسا لما استطاعت ايران باش تدخل للمقاطعه الفرنسيه اللي هي الجزائر. الجزائر كانت عندها علاقات متوتره مع ايران، وحتى السفير ما كانش عندها فائده بطلب من ايران هي اللي وفرت الدخول ديالها. اذا كنقولوا على انه في افريقيا وباش تحصل قلت لك باعتراف دولي، الا بغات الاعتراف الدولي خاصها تساعد فرنسا والغرب في المخطط ديالهم في افريقيا، لان النظام العالمي الجديد كيقول لك هذه الطفره الاقتصاديه اللي كاينه في افريقيا، يعني ما بغينش يدخلوا الاتحاد الاوروبي على اساس شريك، باغيين يدخلوه كمستثمر. وفرنسا وقع هذه الحرب دابا حاليا اللي واقعه في هذه افريقيا، باغيه فرنسا تدخل كمستثمر تدخل كشريكه. اذا فاش غنشوفوا على ان ايران غتحالف مع فرنسا، اذا راه غتلقى واحد الحليف اخر اللي غتولي ضده اللي هو صديق الامس غيصبح العدو اليوم اللي هي روسيا وامريكا، اللي من مصلحتهم انهم يطردوا النفوذ ديال فرنسا ويطردوا فرنسا من القاره الافريقيه. يعني كي غادي يكمل هذا المخطط ديالها وكي غادي تاخذ هذه الشرعيه باش تصبح واحد الدوله نوويه بدون اعتراف الدول ومباركه امريكا. يعني لو واجهت امريكا في افريقيا ما غتاخذش المباركه. وحنا كنشوفوا السفير الامريكا كيقول اذا دخلت المغرب والجزائر في حرب فغادي نحسموا هذه الحرب في اسرع وقت. يعني كنشوفوا الدعم ديال امريكا للمغرب. كيف لايران مع فرنسا غيصبحوا عدوين للمغرب، والمغرب حليف امريكا، حليف استراتيجي. اذا هنايا غيولي صديق الامس هو عدو اليوم. اذا الملف النووي ما غاديش تقدر تحصل عليه. شنو كتشوفي انت؟ كنحط هذه الاسئله في دماغي، ولكن ملي كنشوف الوجهه ديالهم هي افريقيا والتحالف ديال فرنسا مع ايران، يعني كيفاش نديروا لها؟ انا شوف غادي نقول لك، انا كنآمن بان الدول هي مصالح. خاصك تعرف بان السياسه اللي كاينه حاليا اللي كتمشى في العالم ما كاينش الصديق والعدو، كاينه المصلحه. المصلحه هي المركز الاول اللي كيلعب. امريكا رغم واخا تكون ايران عدوه ولكن كتخدم المصالح ديالها، وهذا هو اللي كيهم. يعني اي دوله كتخدم مصالح ديال دوله اخرى اليوم غتكون صديقه وغدا تكون عدوه والعكس صحيح.
غنمشي معاك غير في ايران كانت عندها ديك الخطه ديال الهلال الشيعي اللي كاين في الشرق الاوسط. يعني داك خلقت واحد الاذرع ديالها في دول عربيه، وانهم باش يكونوا ورقه ضغط للمصالح ديالها. اخي راه الحوثيين راه ماشي من اجل بان من مصلحه اليمن، ولا مشينا لسوريا كذلك راه ماشي من ديك الاذرع ديالها اللي في سوريا ماشي من مصلحه الشعب السوري، ولا في العراق ولا في لبنان. حزب الله اليوم شوف كيفاش باعتوا على طبق المدار. يعني هي كتمشي للمصالح ديالها، خلقت الاذرع ديالها من اجل المصالح ديالها. ولكن اين المصلحه سيهم؟ اين المصلحه؟ انا غنوريك، انا غنقول لك المصلحه ديال ايران هي النووي، المشروع النووي. قلتي واحد المسألة، أنا متفق معك هذا، أنا متفق معك، وقلتي واحد المسألة. نكمل لك واحد الكلمة قلتي واحد الكلمة مهمة جدا، وأنا غير نقولها لك، هو التوغل الإيراني في إفريقيا. وأنا غنقول لك هذا هو الخطة اللي دارتها إيران ديال خلق واحد الهلال شيعي كذلك في افريقيا. خصك تعرف اليوم كاينه 42 سفاره في افريقيا، وكاينه 17 سفاره وقنصليه افريقيه في ايران. شوف التوغل فين وصل، التوغل الايراني. يعني اليوم ايران كتحط السفاره ديالها في 42 دوله، و17 دوله كتحط السفاره ديالها والقنصليه ديالها في ايران. يعني اليوم كي كتقول انت غيكون واحد التعامل ما بين فرنسا وما بين ايران، لان فرنسا بغى اي دوله انها تعتمد عليها، لان شفنا بان كان الطرد ديال فرنسا من الدول الافريقيه كتقلب على من غتعتمد باش تعاود عاوتاني تبقى ديك السيطره الفرنسيه في افريقيا. اذا ملي كنديروا التحليل هذا، فاش غتلقى راسها ايران حليفه فرنسا او الميليشيا ديالها هي البوليزاريو والجزائر، اذا غنلقاو واحد التحالف اللي هو قوي مستحيل على انها غادي تنجح في المخطط ديالها. اولا اماره المؤمنين، ثاني حاجه التحالف الامريكي مع المغرب، زيد عليها دول الساحل واللي حتى اللي هما حلفاء ديال روسيا، واللي روسيا دايره واحد المشروع يحاكي المشروع الاطلسي. يعني في حاله ما كامل اوراق ضغط ما غاديش تخرجي اوراق ضغط حول ماذا؟ انا غنقول لك حول ماذا. واش انت كتظن بان فرنسا كيهمها امير المؤمنين؟ كتهمها المصلحه ديالها. لا ماشي كتهمها امير المؤمنين. في حاله ما روسيا علاش حطها هذا المشروع؟ في حاله ما المغرب تصالح مع فرنسا، وفي حاله ما المغرب بغى يتوسط لفرنسا مع دول الساحل، روسيا فهي ما غاديش تسمح للمغرب انه يتوسط لفرنسا، لانه جميع الاسس كيحطوها. اذا روسيا غيخليو هذا المشروع، من حيث المشروع راه بشراكه بين روسيا وبين امريكا. راهم كيبانوا لك اعداء، ولكن في الاصل راهم اصدقاء. برافو. الانقلابات اللي في دول الساحل راه قادتهم امريكا واستعنت بروسيا بالفاغنر. اذا حنا هنا كنقولوا على ان ايران وعلى ان فرنسا غادي يصبحوا في واحد المواجهه ديال اقوى دول في العالم اللي هي روسيا وامريكا. زياده على هذا المملكه المغربيه وإمارة المؤمنين، يعني حتى المشروع الديني ديالها والاعمال التخريبيه ما غتنجحش فيه. يعني كيفاش غتنجح؟ يعني كاع داكشي اللي دارته في الشرق الاوسط ما غاديش تقدر توصل فيه في القاره الافريقيه، لان خصها اعتراف دولي ومباركه امريكا. الا خدات اعتراف دولي من طرف فرنسا خلال التوغل، مساعده فرنسا من اجل التوغل في دول الساحل، فغادي تكون عليها سخط امريكي وسخط روسي. اذا كيفاش غادي تخدم امريكا؟ ولكن انت كتظن ايران واحد الورقه كتلعب بها امريكا وكتلعب بها روسيا وكتلعب بها فرنسا. حنا كنشوفوها راكي قصي الصيام الحقيقه، وراكي ما كتخرجي على الفكره ديالي كمال. ممكن نقول الفكره ديالي السياسه مصالح، سيري في اطار السياسه مصالح. انا كنقول لك السياسه مصالح، ولكن خرجي المصالح ديالك، خرجي المصالح. ممكن نقول فكره، ممكن باغي تمشي تفضلي انت يا مريم اليوم.